السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده هنعمل معجنات كده ظريفه كده وسهله وسريعه. طعمها حلو قوي وطريقتها سهله، وهتبقى مورقه ومش هتحتاج زبده كتير. يعني بالظبط اللي انا استخدمتهم كانوا 3 معالق زبده. سهله وسريعه، ممكن تحشيها، ممكن تسيبيها ساده كده، طعمها جميل جدا. ممكن تفرزيها في الفريزر وتديها للولاد الصبح في اللانش بوكس، وتوفري على نفسك مجهود السندوتشات. انت تقومي تعمليها، تحشيها شوكولاته زي ما انتم شايفين كده، تحشيها جبنه حادقه، تحشيها جبنه مثلا نستون وبسطرمه. عندك شويه لحمه مفرومين ممكن تحطيها فيهم، وبتتحفظ في الفريزر عادي. ده كيلو دقيق جميع الاستخدامات، انا نخلته. وبعد كده هو هجيب كيس خميره ونص كوبايه سكر. طبعا هضيعهم كده في العجينه. انا ما حطيتش ملح لان انا هعجن بشرش الجبنه، فهيبقى حادق. ودي نص معلقه بيكنج باودر، فمش هحط ملح. لكن لو انت مش هتعجني بشرش الجبنه دوت فحطي معلقه ملح كبيره. ودي نص كوبايه زيت ومعلقه خل كبيره، ودول كانوا معلقتين زبادي فايضين فانا حطيتهم. يعني لو مش موجودين مش هيأثروا في حاجه. وهعجن بميه الجبنه ديت. مفيده جدا وجميله جدا، وبتستخدميها في حاجات كتير. يعني اوعي ترميها. لما تجيبي صفيح الجبنه ويفضل عندك الميه اللي فيها دي، بصراحه حلوه جدا. يعني انا بعجن بيها على طول المعجنات. ومش عشان هحط فيه شوكولاته، لا، ما مش هعجنها بيها، لا عادي. يعني هي ما بتبقاش حادقه قوي، ومع الشوكولاته بتبقى طعمها حلو. وعجنتها بقى عجنه كويسه كده هو زي ما انتم شايفين، بتاع 8 دقايق او 10 دقايق. وهسيبها تتخمر في مكان دافي، لان التخمير في الشتاء بياخد وقت كبير. بعد كده هو بعد ما خمرتها هجيبها بقى واقطعها. قطعتها هنا 3 كور وفردتها. قسمتها كده هو 3 كور. حطيت رشة دقيق من تحت ومن فوق، ايه بقى، هنفردها كده اهوت ونسويها، اعمليها مستطيل كده عشان ايه، تطلع شكلها حلو ومظبوطة. ودهنتها بقى دهنة خفيفة من الزبدة خالص. انا ما رقيتهاش قوي، يعني ما رقيتش العجينة قوي، يعني سايباها عادية يعني. وفي نفس الوقت بصوا مورقة ازاي وجميلة. ممكن تسيبيه سادة لو مش عايزة تحشيه، ممكن تحطي عليها وشه كده حبة البركة وخلاص، وتسيبيه سادة براحتك. انا بعد ما خلصتهم وسبتهم يريحوا شويه، هجيب بقى قطعه قطعه من اللي انا عملتهم دول وهحشيها. اول حشوه عندي كانت جبنه حادقه، وبعد كده خلطت البسطرمه والجبنه النستون مع بعض. الجبنه دي لبنيتا بصراحه جميله جدا. يعني يعني في خلطات اسمها خلطه اسمها كيري وبسطرمه. هي فعلا كريميه جدا، ما تفرقش حاجه عن الجبنه الكيري، غير ان التانية قشطيه شويه. دي جبنه حادقه. وواحده تانية هعملها شوكولاته. طبعا احنا لما نفردها كده بقى التوريقه هتبان. يعني خلاص احنا مقطعينها وحاطين بين طبقاتها زبده، فكده هتبقى مورقه. وحطيت فيها شوكولاته. ممكن لو عندك شوكولاته قطعه تحطيها فيها. ونستون اهي وبسطرمه. طبعا هنعمل كل الكميه كلها بقى بالحشوات اللي انت عايزاها، وفي منهم انا سبتهم ساده للناس اللي ما بتحبش الحشوات. وجبت بقى صفار بيض وعليه نقطة خل كده اهوت، ودهنت الوش. ودخلتهم على الرف الوسطاني على درجة حرارة 200. وحطيت صينية من تحت فيها مية. يلا جربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. هي جميلة قوي ولذيذة وغنية، والعجينة حلوة جدا. باي باي.